السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم في أحسن الأحوال وصحة جيدة يا ربي، ونتمنى للبعاد والقراب وجميع الأحباب يكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نقدم لكم واحد الأكلة ديال الدنجال معمر بالسرديل. واحد الأكلة كتجي زوينة الصراحة، كتجي غزالة. نتمنىكم نتوما تجربوها. قلت علاش لا ما نقاسمهاش معاكم. وعلى بركة الله نبدأ. كنحتاجوا لهاد الأكلة، كتجي عشيوه خفيفه يا اما للغدا يا اما للعشاء، كتجي زوينه. بالنسبه لهاد الاكله كنحتاجوا ليها الدنجال، كنحتاجوا شويه الزيتون، نحتاجوا مطيشه محكوكه، شويه القزبر ومعدنوس، السردين مطحون كفته بعد ما غسلناه ونقيناه وطحناه. كنحتاجوا كذلك نص كاس ديال الزيت، والتوابل ديال الحوت كنحتاجوا التحميره او الفلفله حمراء، كنحتاجوا الكمون، سكينجبير، ثومه، بزار، خرقوم، شويه ديال الملح، وشويه ديال الهريسه. اللي عزيز عليه الهريسه كيديرها، اللي ما بغاش ماشي مشكل ما يديرهاش على حساب الوليدات الصغار. بالنسبه للحاره، العزيز عليا الحاره كنديرها لابد، شويه ديال الحامض. وعلى بركه الله نبدا معكم هذه الاكله. بسم الله. بسم الله على بركه الله. غنجيبوا الدنجال ونقطعوه قطعات شرائح رقيقه على هذا الشكل، شرائح رقيقه بحال هكا. كنتبع معكم تنقطعوه كامل ونرجع ان شاء الله. بحال هكا، ما يكونوش غلاظ بزاف، بحال هكا. بعد ما قطعنا الدنجال على هذه الطريقه، كنجيبوا ليه واحد شويه ديال المليحه، كنرشوا عليه الملحه شي شويه، وكنديروا نستفوه ندهنوه بشويه ديال الزيت، وكنستفوه في الفران ايوا لينا شي شويه ونخرجوه، اولا نديروه في المقله حتى بحال كيتصهد واحد شويه ونحطوه. غنديروا معكم دابا في المقله باش دغيا نوجدوه ورجع معكم. بعد ما درنا الدنجال كيطيب لينا نص طيبه، كنرجع ندير لكم المقادير ديال المقادير. عندنا الصداع في الزنقه، معذره. بالنسبه لهاد الحوت كنحتاجوا ليه شويه ديال القزبر ومعدنوس، التبيله ديالو، كنزيدوا شويه من هاد العطريه، شويه ديال التحميره، كمون، سكينجبير، بزار، خرقوم، ودريسات ديال الثومه. وكنخلي الاخرى هاد المرق اللي غنطيبوه فيه. كنحكوا هاد الدريس ديال الثومه، جوج دريسات، وما كنساوش كذلك شويه ديال الملح باش ما يجيناش الحوت باسل. وكنحاول ندير هاد الدقامه كامله تدخل فيها العطريه ديال الحوت بحال هكا، حتى كتندمج لينا كامله هاد العطريه. ورجع معكم ان شاء الله. بعد ما طيبنا الدنجال نص طيبه بحال هكا، كتدخليه الفران اولا كديري في المقله، كديري علقيته ديال الزيت وكتخليه يلوى شويه بحال هكا. دابا غنبدا نعمر معكم الدنجال. بسم الله على بركه الله. كناخذوا مطيشه محكوكه كنديروها في الطاجين، كنزيد شويه ديال
كنزيد شويه ديال الثومه هنا، ديك الضريات اللي بقى لنا من قبيله كنحكو بحال هكا. كنزيد شويه القزبر ومعدنوس، والعطريه اللي درت معاكم في هذا الحوت كنزيدوها كامله، كمون وتحميره وسكينجبير البزار خرقوم. كنديروا شويه ديال الهريسه، عاشي شويه على حساب ما نحرروش بزاف، شويه باش كتوافى مع هاد الدنجال ومع هاد الحوت. كنديرو بحال هكا. كنزيدو واحد شويه ديال الزيت، الا كانت البلديه مزيان، كان الزيت العاديه حتى هي مزيانه. نديرها شويه، ما كنكثرش بزاف، شويه وكنحرك بحال هكا. ما نساوش كذلك مليحه، شويه ديال الملح، هي شويه لحتاش الحوت فيه مليحه شويه. وغنديروا الزيت والمالح والحامض المالح. وكنديروا هكا ندمج هاد الشارمونه مع هاد المطيشه بحال هكا. كنجيبو الدنجال ديالنا، كنجيبو الدنجال بحال هكا. كنشد شويه ديال الحوت، هاد السردين بحال هكا، وكنحاول ندير ليه بحال هكا ونحطو في الطاجين. كنستفو في الطاجين بسم الله على هاد الشكل. كنتبع بحال هكايا. وهاد الاكله راه كتجي الصراحه كتجي غزاله زوينه، جربوها. انا عزيز عليا الدنجال وكندير ليه هاد هي الطريقه اللي كندير به بحال هكايا. كنعمرو بهاد الكفته ديال السردين. في الصيف كتكون تاني زوينه، كديريها مع شليضه، كيكون واحد الغداء متكامل. ديري مع شليضه ولا ديري معاه ولا ديري عب بوحدو تكتفي به بوحدو، راه زوين صراحه. وعندي واحد الوصفه اخرى ديال السردين ان شاء الله غنشاركها معكم. انا راه عزيز عليا الحوت عزيز عليا الصراحه. ايوا والله يرحمنا بشي شتيوه ان شاء الله، ويطلع الحوت وزيان الدنيا الله يرحمنا الله يرحمنا. شي اللي نقولوا وترخص الخضره دارت حتى هي ما بغات فينا. ايوا كنتما غاديه بحال هكا حتى كنكمل الطويجين. نديرو لكم هنايا شوفوا الشكل ديال البعيد، شوفوا بحال هكا. كنتما غاديه هكا، كيجي ساهل ملي كتشدي الدنجال كيتصهد، كيولي ساهل في هكا، ساهل في التصاويب ديالو. كنتما وغادي بحال هكا. وكنقول لكم معذره، راني شحال ما بقيتش صورت، ما بقيت حطيت حتى شي حاجه في القناه ديالي نظرا لبعض الظروف. كان الويفي مقطوع عليا، ايوا كان عندي شي مشكل فيه، وهذا الشيء اللي يعطى الله. ندير معكم بحال هكا تنكمل هكا. من بعد ما نكملو بحال هكا كنجيب حبيبات ديال الزيتون كنديرهم هكا، كنستفهم بحال هكا. كنجيب شويه ديال الحامض، هاد الفليفله، هاد الرويز ديال الفلفله، وكندير هاد الحويمضات هكا.
وهذا الطاجين جربوه على ضمانتي، كيجي واعر صراحه. وغنخليه يطيب دابا ورجع معكم في التقديم النهائي ان شاء الله. هذا هو الشكل ديالنا النهائي ديال الطاجين بعد ما طاب، كيجي على هذا الشكل، كيجي زوين تبارك الله. نتمنىكم تجربوه، كيجي زوين وبمقادير بسيطه، ماشي شي حاجه غاليه، والمذاق ديالو صدقوني لا جربتوه راه غيعجبكم. ونتمنىكم تتابعوني حتى الاخير، وكنشكر جميع المتتبعين ديولي لا القراب ولا البعاد، وكنقول لكم الى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله.